بناء على معلومات جد دقيقة لمصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عناصر الشرطة الولائية لأمن مراكش تتيح يومه السبت لشخصين في الثلاثينيات من العمر 31 و 33 سنة بشبهة تورطهما في حيازة وترويج المخدرات الصلبة. المشتبه فيهما تم إيقافهما بإحدى باحات استراحة بالطريق السيار الرابط بين مراكش والدار البيضاء، حيث أسفرت عملية تفتيش سيارتهما الخفيفة على 30,007 قرص طبي مخدر من نوع ريفوتي وليريكا، وعلى 205 جرام من مخدر الكوكايين، زائد مبلغ مالي يشتبه تحصيله من خلال هذا الاتجار الإجرامي. لتنتقل المصالح الأمنية إلى منازل المشتبه فيهما بمراكش، وبعد عملية تفتيش دقيقة كشفت المصالح الأمنية وجود 107 جرام إضافية من مخدر الكوكايين، حيث تم حجزها بالإضافة إلى حجز سيارة خفيفة ثانية. المشتبه فيهما تم إخضاعهما لتدابير الحراسة النظرية بأمر النيابة العامة المختصة ومتابعة البحث من أجل توقيف باقي أفراد هذه الشبكة الإجرامية المفترض المتورط أفرادها في هذا النشاط الإجرامي المرتبط بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.